طب امتى تاخد قرار كمهندس انك يعني انت you are ready ان انت تعمل collaboration مع حد او ان انت تعمل كيان مع حد؟ الموضوع بسيط جدا. يعني هل ممكن تتخرج يلا انا هعمل شركة، ولا يعني ازاي انتوا ابتديتوها امتى؟ لما حصل ايه؟ بس خلينا نربطها بالهدف عشان بس يبقى احنا حاطين سياق اللي احنا بنتكلم فيه. مم. انت دلوقتي هدفك ايه؟ مم. انت هدفك انك تكبر؟ مم. انت هدفك انك تكبر وتبقى شركة كبيرة، مم. ولا هدفك تبقى مؤسسة فردية؟ فلما انت تبقى محدد الهدف ده انا هقدر اوصله لوحدي؟ مم. لا، مم. يبقى انا محتاج حد معايا. مم. الهدف ده اقدر اوصله لوحدي، تمام، ما تدخلش حد معاك. مم. ففي الاخر انت ما بتلاقي شركات كبيره فيها 10 شركاء و20 شريك، هم الهدف كبير، مم. فهو مدرك حجم الهدف ومدرك حجمه. اوكي. اكبر مشكله انا بشوفها ان الناس ما بتبقاش مدركه حجمها مش حجم الهدف. صح. فهو بيتخرج يقول لك انا عايز ابقى زي نورمان فوستر، مم. انا عايز ابقى زي زاهي حديد، تمام. تمام. بس انت في الكليه قالوا لك زاهي حديد، ما قالكش ان زاهي حديد دي 1000 واحد. صح. فانت شايف ان زاهي حديد وهي زاهي حديد اصلا ممكن بقى لها سنتين ما راحتش الشركه بس هو انت شايف الاسم. فاحنا عندنا فهم غلط، انت عايز توصل لفين فحدد هدفك. واقول لك مثال، يعني انا اصلا ما كانش عندي هدف يبقى عندي مكتب اصلا. مم. ده الموضوع جه حصل تحول في النص. لكن سوري معلش، انا دلوقتي لو انا عندي مكتب في مصر احسن ولا لو انا بارتنر مثلا في نورمان فوستر؟ مم. لا طبعا انا بارتنر في نورمان فوستر، مم. هكسب فلوس اكتر، مم. بشتغل في سكيل اكبر، بشتغل طبعا. مع ناس بتفهم اكتر، صح. مم. بس احنا اتربينا واحنا صغيرين لا، لازم تبقى انت صاحب المصلحه، صاحب الموضوع. الموضوع مش حقيقي، هو ده مشكله في الفهم. الحاج صاحب الحاج البيت. صاحب بيت. يعني انا بقابل مثلا بقابل السي او بتاع بيبسي مثلا، هو انت اصلا لو انت اشتغلت بقيت حياتك مش هتجيب اللي هو بيجيبه في سنه، مم. مش هتحقق نجاح لو بينجحوا في سنه. مم. فانت اول حاجه اعرف انت حجمك ايه مم. وهدفك ايه، مم. وبعد كده نقعد نتناقش. لكن واحد كان عايز يبقى معاه مليار جنيه، يعني سكن نفسك في المكان اه المناسب ليك. عايز كام خطوه؟ 10 خطوات، مم. 20 خطوه، 1000 خطوه، انت بس تبقى عارف انت رايح فين. لكن هي الناس عاجبها المنطلق، انا انتربرينور، انا عايز ابقى شاطر، هو عاجبه الفكره، عاجبه شكلها حلو، مم. عارفه. ما هي شكلها حلو. وبعدين احنا برضو اليومين دول مع السوشيال ميديا ومع الحاجات دي البيرسونال براندنج، يعني ملا وانه الدنيا. الانسان يعني يبقى عظيم ويبقى نجم لوحده، وانه يعني يملى الدنيا كده لوحده بصوره وكده، دي برضو فكره يعني جننت الناس. يعني ملهمه لناس كتير ومتمسكين بيها. طيب بعيدا عن الشراكه، امتى مهندس متخرج يقدر يفتح مكان لوحده؟ خليني اقول لك ان احنا في الاول ما كناش فاهمين كل اللي احنا فاهمينه دلوقتي. ما احنا احنا عشان نقول بقى يعني الصغيرين بناخد. هتفتح امتى، لانه انا بشوف ناس بتشتغل بتتخرج من الجامعه وعايزه تفتح مكتب تاني يوم، فينفع؟ انا بشوف انا مش يعني ينفع من وجهة نظرك؟ لا، انا بشوف ان ده مش صح. مم. لازم ادخل مدرسة اصلا شغالة اول، يعني مكتب شغال، شركة شغالة، مم. افهم انا هعمل ايه. ما انا بتخرج فاهم حاجة، بس بخرج سوق العمل او بخرج مختلف. الشركة او بخرج المكتب بلاقي الموضوع مختلف، مم. بلاقي متطلبات مختلفة، بلاقي الكلاينت عنده هو المقيم ليا، مش دكتور او مم. مش محكم لمشروع. مم. بلاقي العناصر اصلا بتاعة المشروع اللي بشتغل عليه مختلفة، مم. وبلاقي ان الذوق متحكم بشكل كبير في الحكاية اكتر منه المعايير التصميمية، واكتر منه الستاندرز، واكتر منه كل الحاجات دي. مم. فالمهندس اللي متخرج يعني للأسف بيواجه واقع مرعب. مم. الواقع المرعب ده هو محتاج يبقى جوه كيان بيحميه الأول، مم. بيحمي عقله، مم. بيحمي نفسيته علشان يقدر يواجه، فبالتالي يكون شخصية لطيفة، ويحدد هو انا أشطر في بشوف إيه. حتى انه يعني حتى المشاكل اللي بيشوفها في الكيان اللي هو موجود فيه او المكتب اللي هو بيشتغل فيه مهمة جدا. طبعا. خناقة ما بين العميل وما بين المكتب، تأخير في بتاع هيؤدي لإيه؟ وجوده في وسط المشاكل دي كلها وازاي هتتحل، ده النماذج اللي هو بيتعلم منها، النماذج النماذج اللي هو بيتعلم اللي منها، سواء بتعلم، كان مدير وسواء كان صاحب المكتب سواء ونأمل بقى انها كان. تكون نماذج كويسة. بالظبط. هو اه. يعني أنا سمعت حاجة من فترة كده، قالك إن أول بوست ليك هو بيكون 50% من شخصيتك.
سواء بقى البوست ده كان اول ما انت اتخرجت اشتغلت معاه او انت اشتغلت معاه بعد فترة. هو اول حد بيديرك هو بيكون 50% من شخصيتك العملية. فدي ليها عامل كبير قوي. يعني انا امل الناس كلها اللي بتشتغل يبقى عندهم بص يعرف يفيدهم. ولكن لا، يعني على التجربة الشخصية بتاعتنا احنا ما كناش عارفين ان احنا هنوصل دلوقتي زي ما احنا قاعدين معاكي. احنا خدناها خطوة خطوة حرفيا. لما عايزين عندنا ما كانش عندكم ظهر ولا لا بطل. ولا بطن. يعني ما طلعتش انت مثلا اتخرجت فلقيت مثلا ناس من اسرتك مثلا شغالين في المجال، انت اصلا مش من القاهره، ف لا يعني جايين من بعيد. يعني ف- الصفر كان هدف. دي يعني احنا حقيقة. عشان نوصل للصفر، الصفر كان يعني عشان نوصل لنهايه كايت كان هدف. مم. بس لا، هو بص اقول لك حاجه، خلينا بس يعني طبعا الوسائط حلوه والعلاقات جميله، بالظبط. بس مهما كان عندك علاقات هيجيب لك شغلانه، مم. هيجيب لك حاجه. بتزقك اول حته كده. بس في الاخر انت يعني عندك 50 شغلانه مم. خلصوا. مم. خلصت قرايبك وخلصت، بس الواقع قرايبك مش بتساعدك. القرايب مش بتساعد، امال القرايب بيعملوا ايه؟ القرايب اصلا يعني في اي واحد، وانا مش يعني مش بيحطوا ضغط عليك. بيحطوا ضغط. وفي الاخر يعني اقول لك حاجه، هديكي مثال. انت دلوقتي لو انت جالك واحد قريبك هو شايفك ابنه او اللي مربيه، اه. مش شايف اصلا حجمك ومش وزن الكلام ده، مم. فانت بتزعل وشفت ازاي وقرايبي ما قدرنيش. يا عم لا، انت نفسك لو انت مش عندك واحد قريبك دكتور سنان وراح تعمل سنانك هتبقى قاعد قلقان. مم. فكره ان انت ليك مش مسعرك صح. طبعا طبعا، وفاهم ان انت المفروض تعمل كل حاجه ببلاش، انت المفروض تفك سنانك وتركبها يعني هو شايف كده. طبعا. فانت دايما يعني خلينا نبقى نتكلم كلام واقعي، مش بنتكلم كلام في الاحلام. مفيش حد العلاقات بتنجح، لا العلاقات بتساعد، مم. بس مش هتنجح عشان عندك علاقات. مم. العلاقات بتساعد. فدايما انا بقول الكلمه دي مش منظور اللي ده هو في البداية على فكرة. والله في البدايه وفي النهايه وفي النص. مم. انت من جواك لو انت عندك عقده اصل انا ما حدش بس أنا بيساعدني. بقى يعني يا أمير، أنا بشوف ناس بتنجح لمجرد المعارف، والحقيقة إن هم مش شاطرين هو ما ولا حاجة بينجحش، يعني. هو ما بينجحش، هو بيصدر انه ناجح. اه. بصي انا وانتي مم. عارفين براندات ما بتعملش اعلانات مم. بس كلنا بنشتري منها. أيوة. وانا وانتي بنشوف براندات بتعمل اعلانات. ما تعرف حد بنشتريهاش. يشتري من الناس دي؟ لا. هو الناس دي بتطلع ايه؟ خلينا صح. نفرق ما بين اللي شكله ناجح مم. او اللي عامل ناجح ومين اللي ناجح. مم. طب ده حاجه ودي. مين اللي ظاهر أكتر في السوق يعني؟ ال ال لما أنا أجي أبص مثلا على المجال بتاعنا مثلا، واجي ابص كده في ناس هي اللي موجوده، انا هروح لهم سواء ناجحين ولا مش ناجحين ماشي. حقيقه يعني. ده اللي زي ما بيبص انت ده اللي بيبص على بتقول. الموبايل. ما هي مش دي اه. نقطه بقى، ده اللي ايوه. بيبص على الموبايل على السوشيال ميديا. اه. بس اسالك سؤال، انت لو بتعملي مثلا فندق مم. هتدور على السوشيال ميديا لا. ولا هتشوف واحد صاحبك عمل فندق؟ اه. صح ولا اه. هتروح بقى والله انا عندي فندق اجيب واحد من على النت اخش اجيب؟ فانت لانه بتاع الفندق ما مم. بيطلعش اصلا على السوشيال ميديا. طبعا هسألك سؤال، هو ابل بتعمل اعلانات؟ لا. صح. مم. مين بيعمل اعلانات؟ سامسونج ومش عارف ايه. هل معنى كده طب احنا نوصل نبقى زي سامسونج، بس انا موافقه. حلو ماشي خلاص، ما انا بقول لك هو قرار. هو ابل بتعمل سيرفيس مم. وسامسونج بتعمل سيرفيس، مم. بس ابل عندها استراتيجيه وسامسونج عندها استراتيجيه. مم. الفكره نفس حوار البيج رامي اللي انا بدات بيه الكلام. مم. انت عايزه توصلي لفين؟ مم. عايزه توصلي تبقى ابل وما بتعملش اعلانات يعني انت عمرك تبقاش على المحور تلاقي يقول لك ابل 16 نزل. مفيش كده. مم. هو قبل ما ينزل انت عارف ومستنيه ورايح ومستنيه تحجزه وعارف وواقف في ان مفيش الطابور. فرق. هي في النقطة دي في فرق كبير ما بين النجاح وتوفير الفرصة. مم. يعني في توفير فرصة بيؤدي للنجاح، مم. وفي نجاح جاي من وورد اوف ماوس. مم. فاللي بيعمله ابل ان هو جاي من وورد اوف ماوس. انت بتقولي ده انا مرتاحة جدا وانا بشتغل على الابل 16 او الابل 15 او الكلام ده، فده وورد اوف ماوس. مم. وفي توفير فرصة ادى للنجاح ان اصلا حد قال لي خد جرب ده. مم. فخد جرب ده انا ما اشتريتوش، انا ما ساعدش اروح اجيبه، مم. بس في حد تاني قال لي والله ده انا جربته. فانا هنا في وورد اوف ماوس وهنا في نجاح جاي من ستوري او جاي من اكسبيرينس سابقه.